تم ايداع 325 جنيه وتاريخ العملية يوم 1/12. خليني اقول لك ان انا سحبت نص الكلام بتاعي اللي قلته عن لعبة كريزي هيرو. المفروض حاليا ان انا كنت عملت فيديو سابق قبل ده في خلال الايام اللي فاتت، والفيديو قلت لك فيه ان ال 1500 جنيه اللي معاك مش هتعرف تسحبهم. طيب يا محمد انت بتغير كلامك دلوقتي ليه؟ اقول لك يا عزيزي ركز معايا بقى، عشان فعليا السحب وصلني. السحب وصلني ازاي؟ خلينا نروح هنا على السجل كده، واجمالي السحوبات هنا زي ما حضرتك شايف 491 جنيه، واخر سحب فيهم كان ب 325 جنيه اللي هي موجودة هنا دي، اللي هو ال 25%. طيب ازاي انا عملت الكلام ده؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة، فيلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية. المفروض ان في الفيديو اللي فات قلت لك ان العملات دي بس اللي هي بتبتدي تسحبها وهتوصلك فعليا، يعني المفروض حاليا انا معايا 29 جنيه، لو انا عملت لهم سحب دلوقتي هيوصلني 29 جنيه فعلا. طيب هل بقى الفلوس اللي فوق دي واللي اكتر ناس بتسألنا عليها، هل الفلوس دي بتوصل يا محمد ولا بتوصلش؟ انا لحد الفيديو اللي فات كنت مقتنع بنسبة 100% ان الفلوس دي ما بتوصلش. طب الفيديو ده مقتنع بنسبة كبيرة ان الفلوس بتوصل. طيب ايه اللي غير رأيك يا محمد؟ بص عزيزي، انا معرفش ايه اللي بيتم معاك او معايا في الحساب الخاص بيك، بس انا في الفيديو ده جاي اعرفك ازاي بتسحب الفلوس الخاصة بيك من المكان ده فعليا وهتوصلك. مبدئيا هنا لازم تكمل ال 1300 جنيه. خليني اقول لك ان انا سحبت بس 325 جنيه، رصيد حسابي هنا نزل ل 428 جنيه بقدرة قادر، ما تعرفش ازاي. يعني من 1300 هنطلع منهم اللي هو 300 جنيه او 325 جنيه، رصيد حسابي وصل 428. ازاي؟ ما تعرفش، اللي هو اصلا على بعض يعتبر 800 جنيه، فما تفهمش ازاي، فما اعرفش، مستنيش ازاي. فالنسبة دلوقتي 32%. أول ما النسبة دي تبتدي تعلى تاني اللي هي توصل 100% ل 1300 جنيه، فمن هنا هنقدر نحدد طرق السحب دي. بس خليني بمنتهى البساطة كده أقول لك على اللي إحنا هنعمله. لو رجعنا للفيديو اللي فات، اما انا جيت على الصفحه دي، المفروض ان كانت دي مفعله عندي ان انا اسحب، ودي مفعله عندي، ودي مفعله عندي، وسحبنا مع بعض من هنا ال 1300 جنيه والسحب ما وصلنيش فعليا، وقلت لك الكلام ده في الفيديو اللي فات. طيب انا وانا قاعد كده يعني ما كنتش اعرف الكلام ده، عشان ما تقولش محمد كان عارف مثلا عشان يعمل فيديو تاني والكلام ده، لا انا ما كنتش اعرف الكلام ده. لو كنت اعرف الكلام ده كنت صورت فيديو وكنت شرحته لك دلوقتي مع الشرح اللي بشرحه ده، فركز معايا في الطريقه اللي هقولها لك. انت وليكن عامل سحب هنا على 1300 جنيه، المفروض ان هو بيطلب منك تعمل دعوة ل3 اشخاص وتسمع 10 اعلانات وتعدي 10 مستويات في اللعب. يعني ايه الكلام ده؟ ان انت تسمع 10 اعلانات ازاي؟ بتضغط هنا على ستارت في اللعبة بتاعتك، بعد كده المفروض ان دي مستويات عندك ان انت بتبتدي تعديها. هنا نزل له الذهب يا عم الحاج، خلينا نفضي من السهرية دي. بعد كده هنا بضغط على كلمة يستلم، فابتدي انتظر لحظات لحد ما اعلان الفيديو يشتغل معايا. طيب الناس اللي بيجي لها مشاكل في تشغيل الفيديو او الاعلان اللي بيبتدي يظهر لك هتعمل ايه؟ كل عليك ان انت بتعمل مسح بيانات للعبة. اول ما بتعمل مسح بيانات للعبة بتضغط على كلمة يستلم، والله الاعلان اشتغل اهلا وسهلا. ما اشتغلش عندك بتفضل تضغط على كلمة يستلم هنا لحد ما يعمل لودنج معاك ويبتدي ان هو يشغل لك الاعلان الخاص بيك. يعني مش اكتر من كده. عشان تعدي المستوى بتاعك وتسمع الاعلان لازم ان انت من هنا تقول له يستلم بالشكل ده، لازم تخليك وراه لحد ما يجيب لك اعلان. هل في امكانية ان احنا نعمل سكريبت يا محمد؟ ايوه في امكانية، والداتا خلينا اقول لك اللي هي مشفرة، مش عايز اقول لك كمان نوع التشفير اللي هي مشفرة بيه، بس ده ما يهمناش. احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نشتغل بطريقة شرعية على الحساب الخاص بينا. فالمفروض دلوقتي ان الاعلان مش راضي يشتغل، واللي عليا ان انا اروح هنا على الاب انفو بالشكل ده اللي معلومات الابليكيشن، بعد كده بقول له كلير داتا وكلير اول داتا، خلاص على كده، وادخل على اللعبه من اول وجديد. ليه؟ عشان الاعلانات تبتدي تعمل ايه، تعمل لها ريفرش عندي في اللعبه الخاصه بيا. المفروض هنا اقول له اي سي، خلاص على كده نوقف الصوت. بعد كده نروح على اللانجوج سيتنجز، بعد كده كل عليا انا بغيرها للغه العربيه عشانك انت. اقول له شور تاكيد كريزي هيرو، خلاص اللعبه بتعمل لودنج معايا وهتبتدي تفتح مره تانية. خلاص على كده قرا. بعد كده كل على ان انا بعدي 10 مستويات بالشكل ده. ال10 مستويات اللي انا بعديها المفروض ان انا بسمع الاعلانات الخاصه بيها عشان ابتدي ان انا اخد النقاط الخاصه بيا.
جميل جدا. المفروض حاليا ان انا عديت ال10 اعلانات بتوعي، والمفروض ان رصيد حسابي هنا وصل 1300 جنيه. فكل عليا من المكان اللي فوق ده في الفلوس الخاصة بيا، المفروض حاليا ان انا بقى عايز اسحب. اول حاجة لازم تعملها ان انت هتبتدي هنا تكتب او تختار اختر هذا من المكان ده. بعد كده كل اللي عليك ان انت بطريقة السحب هنا بتضغط على كلمة فودافون، بعد كده بتقول له من هنا كلمة يتأكد. فالمفروض حاليا ان انت بعد كده بيقول لك اكتب رقم الموبايل بتاعك، بتكتبه، وبعد كده بتعمل سحب المال. وبتبتدي في حاجة بقول لك عليها عشان تعرف الفلوس هتوصلك ولا لا. لو انت عملت سحب المال والفلوس انضافت مباشرة هنا، اللي هو كلمة لقيتها هنا مكتوب الانسحاب، اعرف كده ان الفلوس هتوصلك. طيب لو جاب لي بقى صفحة تانية اللي هي فيها اسمع 10 اعلانات ومش عارف ايه، فعليا هتدعو 3 اشخاص وتسمع وتلعب 10 مستويات، ان انت كل مستوى بتسمع الاعلان بتاعه، يعني تعدي 10 مستويات بالاعلانات بتاعتها. طيب انا عملت الكلام ده يا محمد، كل اللي عليك يا عزيزي ان انت هترجع هنا مرة تانية وتبتدي تلغي الطلب الخاص بيك. هتعمل ايه؟ الغي الطلب الخاص بيا، كأن بالظبط هيقول لك هتخسر الدور بتاعك ومش عارف ايه، قول له ماشي يا عم انا عايز اخسر الدور بتاعي مالكش دعوه. بعد كده تضغط على اختر هذا، بعد كده تعمل سحب المال مره تانية، مباشره كده هتلاقي كلمه الانسحاب ظهرت معاك هنا، وهتلاقي ان الفلوس بتاعتك وصلتك. لحد هنا انا بكون انتهيت من تسجيل الفيديو ده، وازاي تكسب او تسحب ال 1300 جنيه بتاعتك بطريقه سهله جدا. وان شاء الله اول ما اكمل 1300 جنيه مره تانية هنا هيكون في فيديو تاني في خلال الحدث اللي هو الفلوس اللي بتندفع من لعبه كريزي هيرو او البطل المجنون. اكيد حضرتك دورت كتير او سمعت فيديوهات كتير بتقول ان الفلوس دي ما بتوصلش، لا اعمل الطريقه اللي قلت لك عليها. والطريقه كالاتي، وبعتذر لو بطول عليك بس لازم تفهم. كل اللي عليك بس ان انت اول ما توصل ل 1300 جنيه هنا هتروح مثلا على 1300 جنيه هنا وليكن، وتعمل اختر هذا وتعمل عمليه سحب. هيقول لك اسمع 10 اعلانات وادعو 3 اشخاص، فعليا ادعو 3 اشخاص واسمع 10 اعلانات وعد 10 مستويات، وبعد كده الغي الطلب بتاعك. الغي الطلب بتاعك، هو ده القصه كلها في ان الفلوس توصلك. هتعمل الغاء للطلب بتاعك من المكان ده على 1300 جنيه، بعد كده تروح تحدد ال 325 جنيه او ال 650 جنيه، وبعد كده تقول له سحب المال مباشره. هتلاقي هنا في سجل السحب اللي عندك فوق هتلاقي هنا ان الكلمة بتاعتك مكتوبة هنا الانسحاب، وكده الفلوس هتوصلك بنسبة 100%. ده كان شرح النهاردة بمنتهى البساطة. اتمنى يا رب اكون افدتك في خلال الفيديو ده. ما تنساش لو انت جديد معانا تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس بقول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، واللي انت قديم معانا ما تنساش تحط لايك للفيديو ده. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. سلام يا قمر.